بتطبل كده تعرفي انها حلوه. استني بصي بقى، دي كبيره قوي مليانه ورق اهي. كلكم بتشتكوا ان الكرومب الفروزن بيجلد منكم، مع ان في حركه بسيطه قد كده لو عملتيها هيطلع كانك لسه شاريه الكرومب طازه دلوقتي، ولا هيجلد ولا هيسود وهيبقى زي الفل. وسالتوني كتير على القرنبيط، عملناه باسهل طريقه في نص دقيقه بس، هتكوني عامله القرنبيط بطريقه حلوه جدا جدا، وفي اسرار وتفاصيل بسيطه قوي لو عملتيها تبوظيه، ولو ما عملتيهاش هيطلع معاكي زي الفل. كل اسرار تفريز الكرومب والقرنبيط هتلاقيها عند نهله وبس. يلا بينا. انا بجيب الكرومبايه بقطع الحته اللي انتوا شايفينها دي، عايزه تحطيها يعني كلها في الميه زي ما بيعملوا، انا بصراحه بحب اعملها كده جدا. المهم يا ستي بقعد اقطع كده من كل الجوانب بالسكينه لحد لما الحته اللي في النص دي تطلع بره، والورق كله يبقى بالمنظر ده مفصول عن الحته اللي في النص، عشان اعرف اطلعه بسهوله وابتدي ان انا اسلقه. عشان احنا النهارده عايزين نعمله فروزن يا جماعه بطريقه بجد هتخلي طعمه حلو قوي، مش مجلد ولا اي حاجه. بقعد افك الورق كله واحده واحده زي ما انتم شايفين. ودلوقتي انا حاطه ميه على النار، احط فيها معلقه كمون ومعلقه سكر، ما تحطيش ملح. ادي اول حاجه. ركزي بقى معايا كده. هنحط الكرنب يا دوب طريت وطلعت، انا مش عارفه اقول لك ايه، دقيقه ونص يا دوب طريت. طب ليه يا نهله؟ ما انا هقول لك ليه. طبعا احنا دلوقتي بنشيل العروق اللي في النص، عايزه تحطي بقى الورق على بعضه، عايزه تشيلي ورقه ورقه. المهم يا ستي ان انت تحطي الورق كله على بعضه وتلفيه وتشيلي العروق منه، وبعدين تلفيه زي ما انت شايفه كده وتقطعيه وتقسميه. خلاص، دي اول حاجه. احنا لسه ما خلصناش على فكره. زي ما بقول لك اهو، انا حطيت الورق على بعضه وشلت العروق وتقفليه تدوريه كده، وبعدين تقسميه بالطريقه دي. طيب احنا دلوقتي هنجيب طبق عشان نقسم الكرومبتين دول، هنشوف ايه هيطلع معانا كام طبق. وايه بقى يا نهله الحاجه انا بعمله زي كده، باجي اسويه الاقيه جلد. طبعا انا هقول لك دلوقتي. المهم بس انا لسه ما خلصتش الحته دي. انا فوق كل طبق بحط شويه كده علشان لما اجي اعمل الحله على النار اغطي بيها بشويه كرومب، وايه تاني، وشويه عروق كده علشان الحله من تحت. طيب ايه ده بقى الكرومب ده فروزن يا جماعه، ده بقى له كذا يوم في الفريزر. تطلعيه لازم تغلي ميه سخنه وتحطي فيها نقطه ملح وتروحي حاطه فيها كله تاني دقيقه واحده عشان يطلع معاكي طري وزي الفل. هي دي التركه اللي بتخليه جميل ومش مجلد. طب يلا دلوقتي نعمل القرنبيط. حطيت ميه في حله على النار وحطيت فيها شويه كمون كده وشويه سكر. ما تحطيش ملح، ما تحطيش ملح على اي حاجه فروزن عشان ما تتهريش. وايه تاني يا نهله؟ معلقتين خل عشان يفضل القرنبيط لونه ابيض، ما يسودش منك في الفريزر ولا لما تيجي تفكيه علشان تستعمليه. يبقى انا حطيت سكر وخل وكمون. طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ لما تلاقي واحده كبيره لازم تقطعيها كده، ولازم يبرد خالص خالص علشان تعرفي تحطيه في اطباق في الفريزر. وبالطريقه دي هتحطيه في الفريزر ولازم يكون برد تماما. وبجد التفريزات دي هتفيدك جدا جدا. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم جدا جدا، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.